عسلامة ومرحبا بكم في الصفحة الرسمية للأكلات الزمنية والعصرية مع السيدة ليلى. اليوم إن شاء الله باش نعملو لحمة تاع طن. عندي أنا خديت اليوم لحم بقري، نجمو نعملو لحم علوش يبدا فيليه، ولا نجمو نعملو دجاج يبدا فيليه، ولا نجمو نعملو زدا كيف دات. اللحم الكل نجمو نعملو لحمة تاع طن. نستحقو انا خديت تقريبا رطل ونص لحم. كل اخت مش عندها العائله بتاعها. عندنا اللحم، عندي ريكوتا هدايا في الاربع اشخاص 5 اشخاص من 250 جرام 300 جرام ريكوتا. عندي جبن ملح مش ما فيش ملح ياسر. عندي جبن اليمونتال، عندي طن، عندي عظم مسموط خديت كعبتين خاطر باش نعمل 4 مرسوات. عندي هنا شويه حليب، عندي عظمه نيه، عندي اللفاح ملح، وعندي فلفل اكحل، عندي لوز عرجته للزينه. توا نبداو ان شاء الله. في الطنجرة حطيت 4 مغارف زيت زيتون 5 مغارف معهم شوية زبدة، خليها يطفي شوية يسخن. نحط اللحم نتاعنا، هنا لازم نحط الزيت مع الزبدة ونخلي اللحم يتقلى فيه حتى يقرر ماء، ومن بعد نفوقو بشوية فلفل اكحل حتى نشوفو من بعد شنو باش نعملو. تقلى اللحم وقلبناه، نخين عليه النار من الاول ديما نخليوه على نار سخونة. نحطو شوية فلفل اكحل هكا، كل وقت حسب الرغبة حسب ما يستحق اللحم. لو حطيت له فلفل اكحل نغطيه، رخيت عليه النار حتى يقرر الماء، ومن بعد باش نصب له شوية ماء باش يطيب، ونخليه فيه مرقة اسبوع هكا. لابد ان نخليه فيه المرقة خاطر باش نحطوه في الكوشة ونكملو طيبه. لازم اللحم هنا يطيب بالباهي، مش حتى يولي طري على الاخر، لا يكون شدد روحه. توا انا نخليه يتقلى، من بعد نضيفلو جوست نغطيه هكا شويه ونخليه على نار هاديه يطيب. شوفوا هنا خلينا اللحم مقربان، قربان باش نصبو الماء نغطيه شويه ونخليه يطيب سله على نار هاديه. لازم نغموه بالماء خاطر اللحم البقري لازم يحب التطيب. جوست شويه هكا، نحطوا له باس ملح ما ننساوش، ما نكثروش الملح خاطر عندنا الجبن والريكوتا والكل فيها نسبه من الملح. نحطوا له جوست باس باش ما يطيبش هو مسوس هكا. نحطوا له شويه ملح ونخليوه يطيب سله حتى يطيب بالباهي. توا ناخدو نحضروا الريكوتا اللي باش نحطوها فوق اللحم. نعملوها هكايا، نحلوها شوي
انا خديت 250 غرام. نحطوا لها شويه حليب باش ما تقدرناش يابسه هكا، ترخاها شويه تجي معانا مزيان. بشويه بشويه شوفوها. ولا نحبو كريم فريش كاين نحبو، اما ديما اللي عندنا في الدار نبدا ديما بيه. مانيش باش نزيد لها اي اضافات، لا ملح لا فلفل اكحل. انا تقريبا حطيت نص فنجان باش تخفف كدا باش نجم نخدم بيها. نزيدها هنا جبن موش مالح ياسر، فيه نسبة من الملح اما مش مالح برشا. خلطوا معاه. انا حطيت الريكوتا وزدتها، حطيت لها نص فنجان حليب وزدت شويه، حطيت لها جبن اللي فيه شويه ملح. تو باش نحط لها بلون بوف، باش نحط هذه تستحق أبيض متاع عظمه واحده، عظمه نكون غسلناها. نحطو هكا بالكدا، شوف الكثافه نتاعو هكا. الابيض نتاع العظم هو اللي يخلينا الريكوتا تشد. من بعد كي نحطوها باش تطيب هي اللي تشد لنا. توا اش حطينا فيه؟ حطينا الريكوتا، حطينا تقريب فنجان غير ربع حليب، ولا تحب تحط كريم فريش هي كيما تحب. وحطينا جبن، ناقص شويه ملح، ما حطيتش حتى اضافه، لا حطيت ملح لا حطيت فلفل اكحل، خاطر الجبن فيه نسبه من الملح كيف الريكوتا. حطيت بلون دوف، حطيت ابيض البيض، حطيت المقدار هذايا، حطيت كعبه برك. احنا ولا عندنا الكميه واحنا والمقدار اللي عندنا نتصرفوا. كان عندنا اكثر نحطوا اكثر، كان عندنا قد الكميه اللي عندي هذه اليوم نحطوا كعبه برك. هذه الكثافه نتاع الريكوتا كيفاش ولات معها الجبن اضافات. هنا عندي طن هنا مش باش نعمل له حتى شيء، مانيش باش نحط له الجبن من بعد، مش باش نحط له الجبن هذا الرابي. تو شوفوه من بعد كيفاش باش نحطوه. جوست نحط له شويه فلفل اكحل ونحركو هكا. نحطو مع بعضو ونخليه ونستناه حتى يطيب اللحم. يطيب اللحم نشوفو من بعد كيفاش باش نحطو اللحم تاعنا. طاب باش نحطو طن في وسطو. هذه الريكوتا هزو هكا مقدار مغرفه نفرشوها. نحطو الطن
الطن حطيت فيه حتى شيء كان في النكهة. نحب يقعد مطعم الطن، محبش فيه اضافات. ناخدو هكا بعد ما كل اخت كيفاش تحب تقصها. نحطو فوق منها هكا جبن، ربي الموطا توا نحطو الريكوتا فوق منها. خليوها منخافوش نقولو تسيح ولا لا من بعد تشد روحها في الكوشة. حتى كان هبط شوية في الجناب بعد الرجوع مش مشكل. حطيناها وصل كيفاش. هذايا اختياري. انا خديت لوز فيلي عرجته شويه في القلايه. تو باش نحط منها لحمه الثوم ساهله، تجينا حاجه مزيانه. تو في الكوشه تشد، تجينا حاجه بنينه. نهزوها وزروها مزيان. طق حطيت شويه مرقه، نحاول هذه المرقه نتاعها. نحلقوا مع بعضنا. حطوا الثوم، شفتوا اللحم كيفاش حطيناه كبير، بعد ولا لحمه متوسطه عاديه باهيه مزيانه. نحط نص العظمه هكا، نحط منها الجبن، بعد نحط فوق الجبن. هو يهبط وحده ياخد بقعته. بعد الريكوتا هذه تشد روحها في الكوشه. انا اللوز هذا كما قلت لكم عرجته على خاطر انا باش نغطيها، مانيش باش نحطها منها للنار. على ذاك عرجته. اذا اخت تحب تحطها ديريكت من غير ما تغطيها ماشي اشكاليه، ما تعرجوش اللوز، تخليه باش هو ياخذ الحموريه من الكوشه. انا باش نغطيه خاطر ما نحبش الريكوتا تعطيني في الغلاف نتاع الطيب. توا نهزها، شوفوا مزيانه، ونحطها باش نبقها. توا نكمل انا الاخرى ونشوفوها ان شاء الله
حاضر في صحن التقديم. لحمة الطن بتاعنا حضرت، أفضل في صحن التقديم. قصوها مع بعضنا ونشوفوها إن شاء الله. هذه اللحمة بتاعنا قسيناها مع بعضنا. هذا اللحم شوفوا كيفاش طايب، هذا الطن، هذا العظم، هذه الريبوطة كيفاش شادة روحها. هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها تنجحوا فيها. صحة وشفاء كل اخوات.